ويندمج بها المجاميع الإسلامية. أولا هذا أكو عنده جهاد لنفسه، جاي يجاهد نفسه، يتلمس هالمشاعر الكريمة اللي رايح هناك يؤدي بها واجب، فهو يجاهد نفسه من ناحية يجاهد مع إخوانه في إعلاء كلمة الله، لأن الناس لما تشوف الكعبة مملوءة بهاللون يبعث في نفسك الاعتزاز أن الكعبة الشريفة سنة 12 شهر مملوءة بعشرات الآلاف من المسلمين، هذا يبعث في نفسك الاعتزاز بأن دين الله عز وجل في استمرار وكلمة الله في علو. ما في شك أن هذا جهاد، بس بشرط أن يحافظ على هالروح هالروح لا يكون يعترضها معترض يغيرها إلى شيء آخر. شلون يعني يغيرها إلى شيء آخر؟ يعني اللي حاصل عندنا مع الأسف أن المسلم إذا خالف لمسلم في رأي رأسا ذاك تسرع إلى تكفيره، رأسا تسرع إلى تكفيره. اليوم أنا بيدي شريط جاء أستمع إليه، فد واحد يجي يستند إلى روايات، أكو هذول مصيبتهم أن ما يعرفون هاي الرواية اللي موجودة بالكتاب الفلاني يعملون بها لو ما يعملون بها. يعني مثلا هذا يجي يقول أن من تمتع مرة زاحمني في مكاني يرويها عن النبي في الجنة. طبعا هيك رواية هذه ما لها قيمة، ما نعتبرها ولا واحد يأخذ بها. انت لما تشوف لك هيك رواية بالكتاب مو معناه اكو كل رواية هذه يؤخذ بها. يعني اكو كتاب شاف له رواية في من لا يحضره الفقيه، شاف له رواية مثلا عند الكليني، شاف له رواية عند الطوسي. احنا ذن اللي موجودة الروايات بالكتب، كل رواية لها حساب نناقشها مناقشة عشيرة تتعارض مع الروايات الاخرى، لو ما تتعارض مقبولة، لو مو مقبولة اكو شروط اكو اصول. مو كل رواية يؤخذ بها ولا جميع ما فيها الكتب هو صحيح، لا، احنا نطرح قسم كبير من هالروايات فيها الكتب. انت لما مو دارس علم الرجال ولا دارس علم الدراية ولا تعرف اصول الجمع بين الروايات، يا اخي مش جايبك الى هالميدان انت تحكي رأسا ان ذولا ناس كفرة. اولا يجي يقول لك الشيعة كلهم جبناء، ليش؟ يقول لأنه علي بن أبي طالب نفسه قالهم بالكوفة يا أشباه الرجال ولا رجال. كل كوفة بلدة وحدها كبرى، يعني ما أدري الشيعة في أنحاء العالم، هاي مقاييس أرجوك، هذا كلام واحد يحترم عقله. يعني دولة إذا لقى له رواية شلب بها أرجوك. يعني أنا ألقى لي رواية عند المذاهب الإسلامية الأخرى، ما أجي أقول المذاهب الإسلامية يأخذون بها الرواية. مثلا أكو رأي للسيدة عائشة أنها كانت تودي شباب يدخلون على بنات أختها يرضعوهن، يلزمون الشابة يرضعونها. زين، ليش؟ حتى يصير محرم عليها. أرجوك واحد عمره 20 سنة جاي يرتضع لشابة من ثديها، أنا هذا أقبله؟ ما أقبله. لكن أنا هرجت؟ ما أهرج يا أخي. أقول هاي رواية قد يكون نعم اكو اشتباه بالتطبيق، اكو غلط، مو بس هاي غيرها روايات اكو فيها الباب، روايات افرض اخرى ذات علاقة بالعبادة، روايات ذات علاقة بالطهارة، روايات. زين، انا لما اسمع واحدة من نساء النبي تقول كان النبي باثناء الصيام يقعد الصبح هو مجنب، نعم، وكان يفرك ما يخرج منه، هذا يظل بثيابه يفرك بيده. ما افهم انا يعني هيك رسول الله لهالدرجة ما عنده اعتناء. يا اخي هيك روايات انا لما اشوفها ما اجي اقول ان هاي الروايات كلها معمول بها، هاي روايات ضعيفة، روايات مناقشة معارضة بما هو اقوى منها سند ودلالة. فمو كل رواية يقراها الانسان معناه احنا نعمل بها. نبه لي في واقع الامر ان الانسان يجب ان يرجع الى المقاييس، يجب ان يرجع الى النظم، الى الضوابط، ويعرف شغله يتدخل.
يوم مو شغلة، ابتعد يا أخي، مو قصة روايته، مو شغلتك هذه يا أخي. لما مو شغلتك ليش تقحم نفسك؟ انت ما تعرف هي الرواية هاي شنو. هاي الرواية تخضع إلى 50 مصيبة. يلا تطلع الرواية، ما نخليها احنا نعارضها، نشوفها، نناقشها، نعالجها، سندها، دلالتها، اكو اصول، اكو علم في هذا الميدان. انت اذا مو شغلتك رأسا تجي تكفر لك جماعة من المسلمين لمجرد ان عندهم رأي انت شايفه برواية، ما له معنى هذا.